مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب. يسرنا أن نقدم لكم توقعات الطقس لهذا المساء والأيام القادمة. ولله الحمد، التوقعات تشير إلى عودة أمطار الخير والعواصف المطرية مع تغييرات جوية قوية ومفاجئة في مختلف مناطق المملكة. سنوافيكم بأحدث المستجدات أولا بأول، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. التفاصيل: الرياح والأمطار المتوقعة. الجمعة ستبقى الأجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب القليلة. الأحد تبدأ الاضطرابات الجوية مع دخول منخفض جوي محمل بأمطار غزيرة تشمل مناطق عدة، منها طنجة، الشرفات، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، لالة ميمونة، مشرع بالقصيري، دار الكداري، سيدي سليمان، القنيطرة، الرباط، الصخيرات، بن سليمان، المحمدية، عين عودة، الرماني والدار البيضاء. توقعات يوم الاثنين: أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية ستؤثر على شمال المملكة، خاصة طنجة، تطوان، العرائش وأصيلة. مناطق مثل القصر الكبير وعين عودة ستشهد أمطارا غزيرة خلال ساعات الفجر. من المتوقع أن تكون الرياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كم/س بالساعة، خاصة في المناطق الشمالية. مناطق أخرى متأثرة بالاضطرابات الجوية: الشمال الشرقي، بركان، السعيدية، العروي، الناظور، مليلية والحسيمة. المناطق الوسطى: الدار البيضاء الجديدة وسيدي بنور. المناطق الجبلية: إفران، فاس، مكناس، الحاجب والماس. تحذيرات خاصة: أمطار قوية من المستوى الأحمر متوقعة في بعض المناطق مع رياح شديدة وهيجان في البحر. المناطق الجبلية قد تشهد تساقطات ثلجية خفيفة. النماذج المناخية والتوقعات بعيدة المدى. النموذج الأوروبي يتوقع كميات كبيرة من الأمطار في المناطق الشمالية تصل تراكماتها إلى 80 ملم. النموذج الأمريكي يشير إلى احتمال توغل المنخفض الجوي نحو بني ملال ومراكش مع أمطار وثلوج محتملة. ختاما، كانت هذه نشرة جوية مفصلة وفقا لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة على الجميع. إلى اللقاء. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التعديلات أو إضافة عناصر جديدة فأخبرني.